أنا واحد متوظف يخدم في الوزارة الفلانية، اليوم يجي 10 سنين خرج من المدرسة بشهادته، قالوا ثم امتحان في الوزارة الفلانية، بعث مطلب، جاوبوه قالوا له راهو ثم امتحان ثم مناظرة في التاريخ الفلاني، شارك في هاك المناظرة، نجح تقبل، دخلوه كاتب بيت كبيرة تحت الأرض في الداموس، الطاولة في جنب الطاولة في جنب الطاولة، جماعة يجي 10 ولا قداش كلهم مستخدمين كيفه، كل صباح مع بعضهم، كل عشية مع بعضهم، نهار، اثنين، جمعة، شهر، شهرين، 3، 10، عام، عامين، 6، 7، وهو مجتهد في خدمته يحب يوصل. ثم ناس كيف يدخلوا الإدارة يتخيلوا هذيك هي النازلة، ما عادوا طالبين حتى شيء على ربي، هاو كدخل هما طالبين الدخول للإدارة، دخلوا ذلك ما كنا نقول. وثم اللي كيف يدخل الإدارة اللي باش يحط فيها ساقه باش يطلع في مدارج الرقي، وتلقى واحد دخل يخدم في إدارة قعد فيها 30 ولا 40 سنة حتى خذا التقاعد وهو باقي كاتب. وثم اللي يبدا حارس في الخدمة ومجتهد ومواظب ويولي رئيس قسم، رئيس مصلحة، نائب المدير، مدير، وزير. هو من هالنوع هذا اللي يخدموا على المستقبل، هاك النفوس الطواقة المعالي. الرؤساء متاعو لاحظوا منه نشاط وخدمة نظيفة ومتقونة، كلفوه بمراقبة الخدمة متاع الجماعة هاك اللي في البيرو، ولا طاولته في الوسط وأعلى طريف، ورئيس القسم يسلم له الخدمة ليه هو، وهو اللي يوزع الخدمة على الجماعة. بعد مدة زاد ترقى، عملوا له بيرو اللي هو وحده، وهو مستحفظ على نفسه، يلم ويخبي، اخطب بنت عمه واعطاوها له، كرا البرطمان، هبط الموبيل، يعمل ما لازم، عرس كيف الناس اللي من طبقته. والمستخدم شنو هو عايش مستور، مش مبسوط، مش فقير، يتكيف الدخان، يشري الحلوزي ارفق من الارتب، يكمل الخدمة، يشد ثنية الدار، ما يقعدش في قهوة، هاك اللي مش يصرفهم في القهوة يسد بيهم باب آخر. وهذا شان الناس الكل العاقلين اللي يستحفظوا على نفسهم ويبدأ ربي سترهم. بعد عامين زاد ترقى، اطلع درجة أخرى، وبالطبيعة وين يترقى يزيدوه في الشهرية. يا سيدي الوزير على القول نشاء، اش يقع في المناسبات هذه؟ واحد من المتوظفين يعمل تجريدة ويخرج دور بها على الجماعة الكل اللي في الإدارة، كل واحد يحط اللي يقدر 100 ولا 500 ولا 1000، ويشريوا له منقالة ولا ستيلو ولا زربية ولا حاجة، ويجيبوا الشروب والحلو ويعملوا حفلة ويستدعيوه وخطب وأشعار ويقدموا له هاك الهدية هذه. وهو إذا كان حب يعمل ملاحة يعمل عشاء ويضيف أحبابه وأصحابه والوزير الفلاني والمدير الفلاني، ويختار جماعة من كبارات المتوظفين بتاع إدارته، يعني رؤساء الأقسام. هذا الوزير عمل العشاء وضيف جماعة رؤساء الأقسام، منهم اللي عمره ما مشى ضيافات من هالنوع، لا هو ولا مرته، وموش مخالطين الكبارات واصحاب الحيثيات. هالعالم هذايا هو ما يعرفوش، وما يعرفش كما يقولوا جماعة بمبم. وخرجت الاستدعاءات، السيد فلان فلان ومرته، والسيد فلان ومرته إلى آخره.
كيف ما نقولوا جمعة أخرى نهار لحد كيف اليوم في 8 متاع الليل في دار السيد المدير النهر الفلاني النمر الفلاني. تفجع كيف جاهك الاستدعاء هذاك وفرح وتخلخل ومشى يجري الدار ورا الاستدعاء لمرته. قالت له لا يا سيدي أنا خطيني، أنا هالناس هذوما منين نعرفهم؟ لاني من خبزهم لهم من عداء. قالها لهم الناس الكل يعرفوا بعضهم من الدنيا، ما هو اليوم نعرفوا فلان وغدوة نعرفوا فلان وهذيك هي الحياة. قالت له لا أنا ما نمشيش لها الناس يا فلانة. قال لها مستقبلي خدمتي مستقبلنا الاثنين، نزيد نترقى لا 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 نكبر تكبر شهرية لا 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 تترفع أحوالنا. قالت له تي حتى الباس ما عندي ما نلبس يا أخي أنا عندي حوايج كيف هما. قال لها تيمو هاك البنوار اللي عملته في الشهر اللي فات العرس بنت خالتك هذا كش بيه ما هو متاع فروحات. قالت له مليح والصياغة هاو ما عنديش. عاد قال لها عليه هاك الفردة هذيك وهاك الخاتم اللي عندك. قالت له زيني بربي هذوك متاع ضيافات كيف هذية انسان تاع كبارات ونساء وزر راهم يعوموا ويغصوا في الجور في الدياموند. هوني وحدة النازلة كيف مش يعمل ليلة ونهار وهو يخمم. ومنها قالها تي سي فلان نسيناها. سي فلان هذايا انسان حبيبهم تاجر وعنده معمل متاع طورات ومعمل متاع حراير، انسان في خيار الخير من الاكابر متاع هاك البلاد. منين حبيبه هو شويه انسان كانوا قراوا مع بعض في المدرسه هاك العام. واحده اخذتها التاجر والاخرى اخذتها المتوظف. قال لها امشي لمرته تعطيك طريف صياغه اتهمم بها ليله الضيافه ومن غديك نرد لها زيقها. قالت له انا نحط بخشمي لفلانه ونقول لها سلفني صياغتك ان شاء الله الموت استر. لكن بدا بها حتى تساهلت وخرجت بشغلها وقالت لها كل صاحبتها قالت لها تفضل خذ اختار. وجبت لها صياغتها قدامها حطها لكل. اش تختار؟ اختارت خاتم فيه ديامنطة الحمصة وشركة القدر والشان 6 صفوف جوهر ووسطات دياموند. قالت هذيك تكفي. جابتهم قعد حال فمه فيهم ان شاء الله نزيدوا نكبر في الطريق ونشريو كيفهم وما قدامك الا الخير يا فلانة. وكل نهار وهم